يا ميت أهلا وسهلا، شرفتونا. فنحن نتشكر تلفزيون تركمان، وفي أخبار دقيقة جدا. إذا صار علينا التباس بالأخبار بين حدث جزيرة بنرجع على تلفزيون تركمان، خاصة بالأحداث الحروب الحالية يعني. فأخبار دقيقة وممتازة وحلوة يعني. اندمجنا بشكل قوي جدا بالمجتمع الموجودين فيه. كان بالضباط كان عندنا عدد هائل من الضباط، كان علماء موجودين عندنا، دكاترة الجامعات موجودين عندنا، أساتذة المدارس موجودين، كلهم موزعين للمنطقة كلها. الحمد لله رب العالمين يعني ماشيين بقوة يعني. انخرطنا بثورة بشكل قوي جدا، وكل شيء كان في شباب بالجيش كاملة تقريبا انشقوا. ضل يمكن عدد بسيط من ضباط الإقبال هذول خوفا يعني، ضلوا هيك بعدين تسرحوا يعني. وصارت الأحداث، والأحداث كانت أليمة جدا بالنسبة للضياع. ليش؟ محصورين نحن يعني، ما في أي منفذ إلنا، فضلينا نقاوم لآخر لحظة. وهي الشهداء الموجودين عندنا يمكن ما في، إذا نزلي بدك تقيس نزلي 8000 نسمة أو 9000 نسمة مقياسا لحمص مليون شخص، كان عندنا 1200 مسلح وقدموا حوالي 1000 شهيد يعني، كنسبة تقريبا ثلث. نحن تركمان يعني حمص معروفة يعني، تركمان حمص يمكن حوالي 60%. التركمان الموجودين كانوا بحمص من كل العائلات، من بيت الصوفي، من بيت جحجاح، بيت الحسيني، بيت الجندي، الدروبي، دالاتي، عائلات ضخمة يعني. عدد الضباط المنشقين من الزارة 250 ضابط منشق. 2011 2012 2013 وصل عدد سكان الزارة بحدود ال 13000 نسمة، يعني 13000 نسمة محصورين ب 8 كيلومتر مربع فقط. لا مواد غذائية ولا أكل ولا شرب ولا شغل ولا هم يحزنون. تخيل حجم المعاناة اللي عاشوها. بال 2013 بلش القصف بالطيران والبراميل وما إلى ذلك. أجبروا بال 2014 ليطلعوا خارج، تهجروا لكل أنحاء سوريا ودول الجوار. عدد سكان الزارة نهاية 2013 2014 2015 2016 حتى 2019 صفر. ممنوع حدا نفوس الزارة يدخل إلى الزارة. بال 2019 وما بعد سمحوا لبعض العائلات بالعودة للضيعة، كل واحد جهز مثل خيمة ضمن أنقاض بيته وسكنوا. حاليا اللهم صل على سيدنا محمد فينك تقول 15-20% من البيوت مسكونة، 40-50% من البيوت غير صالحة للسكن نهائيا، والباقي ممكن ترميمه. أنا مهندس كنت اشتغل بالتعهدات، عندي ورشة من ضيعة مجاورة، ورشة صبيبة باطون. الصبح كانوا عم يشتغلوا عندي بالورشة، بعد الظهر أنا وراجع الضيعة لقيتهم عاملين حاجز على مدخل الضيعة. رحت لعند مدير المنطقة هذيك الأيام. مدير المنطقة المفروض هو كان رئيس اللجنة الأمنية، وكان يعتبر أو كنت بعتبره صاحبي أو صديقي. حكيته إنه عم تبعتوا دوريات أمن جنائي أو دوريات بصفة رسمية على مدخل الضيعة، الناس عم تتقبل هالأمر هذا، بس إنكم تبعتوا مدنيين ما يسمى بالدفاع الوطني أيامه على مدخل الضيعة، ترى هالأمر هذا مرفوض تماما. الجواب اللي جاوبني إياه والله على ما أقول شهيد، أنتم بقايا عثمانيين، انقلعوا روحوا من هالبلد، ما لكم شيء بهالبلد. هالحكي هذا بتذكروا تماما. على أثره بال 2012 شهر نيسان أنا ضليت محاصر بالضيعة 4-5 شهور، سلكت طريقي وتوجهت إلى تركيا. وصار اللي صار. الزارة هتفت للسوريين جميعا: سوريا نحن معك إلى الموت، وكانت صادقة حتى الموت. وما في داعي يحكي عن عدد الشهداء اللي تقدموا والمعاناة اللي عانوها الشباب. طبعا الزارة صراحة مكانتها يعني بالنسبة لي غير. Zalim düşmanlar yolumuzu bağladı. Kان في حصار. Çoban Bey'de Zara'da olanlar yürek dağladı. Bunu gören mahlukatlar ağladı. Poyraz Essin diye bekler Suriye Türkmeni. لأن كان بوقتها في حصار بالزارة. أنا ماني سياسي ولا لي أي انتساب لا للسياسة ولا للمنظمات المجتمع المدني. نحن بالتلفزيون التركمان كمان بنحاول نوصل صوت الناس
نحن فقط ننقل، ما بندعي تمثيل مثل بعض المؤسسات بيطلعوا بيقولوا نحن بنمثل، هذا بيقول أنا بمثل، هذا بيقول أنا بمثل. نحن بعيدين كل البعد. الشيء اللي عم نعمله نحن فعلا لا بدنا شكر، هذا واجبنا. شيء كويس لا تحكوا، احكوا شو في نقص عنا، على الرغم انه نحن عم نشتغل بشكل طوعي كامل من بداية التأسيس لحد الآن. ما في أي دعم لا من مؤسسات تركمانية ولا من أماكن ثانية. المجازر اللي صارت، القصص اللي صارت، هاي كلها بتصير قصص مسلسلات. هاي كلها يعني لا مثلا عندنا مجزرة اللجنة اللي صارت، هاي لحالها بتصير وثائقي كامل. وقت الاقتحام الشهداء اللي صارت، شلون دخلوا، شلون دمرت هالبيوت، شلون يعني هاي كلها كل موضوع لحاله بيصير. هذا كل موضوع بحد ذاته كله. هذا كان لازم يتوثق من اول ما دخلنا. بس المشكله ما عم لك انه نحن مقصرين بين هالناحيه هاي، كله منهك رجع بس بدي يظبط بيته، بدي يقاوي حاله، بدي يسكت. هاي المشكله، من هون التقصير. فهلا نحن اذا بدنا نبلش لازم يكون اول شيء عندنا مكتب اعلامي، مو شخص واحد يمثله، يكون عده اشخاص. الاعلام اليوم دوره اهم من اي شيء ثاني، والاعلام هو بيجيب لك كل شيء. فبالنسبه نحن عانينا كثير. هلا رجعنا لهون، كل واحد جهز بيته لحاله. الاملاك الشهداء الله يرحمه راحوا، الاملاك اللي راحت بالضيعه ما حدا دور عليها، ما في حدا اصلا يسمعنا. يعني انا عصرت، يعني مع عصير زيتون كان عندي، حدثت بال 2011 دفعت حقها 146,000 دولار. دورت المنطقه كلها وحمص كذا ما في. روح على المحافظه بيعودك الله، روح على المدير المنطقه بيعودك الله. معقول يعني نحن ننسى كلها؟ يعني بيوتنا راحت، اولادنا راحت، بس في معامل زيتون بالمئات الالوف راحت. بس في سيارات، في 70 80 سياره، في 70 80 جرار، في معامل، في معاصر زيتون. يعني انا كان عندي اكبر خساره، يعني معصر الزيتون حدثت بال 2011 ما اشتغل فيها. عدوا لك دفعت حقها 150,000 دولار تقريبا. يعني واحد شو بيعوضك الله؟ يعني شو خلص فعلا بيعوض الله ولا؟ خلال جولتنا الميدانية يتقدم فريق تلفزيون التركمان بخالص الشكر والامتنان لرجل الأعمال التركماني بديع جعفر ولشركة سالي، تقديراً لدعمهم الكريم في تأمين وسائل النقل، مما أسهم في إنجاح التغطية الميدانية وتعزيز قدرتنا على إيصال صوتنا بمهنية. صوت التركمان هنا بنفسه، بكلمته، بهويته.